السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في مطبخي ووصفة جديدة من وصفاتي. معاكم سيماء عزب، وإن شاء الله النهاردة من مطبخي هنعمل الكيكة التركية. كيكة مسقية بالكراميل، حليب بالكراميل وعليها صوص شوكولاتة رهيب. إن شاء الله أتمنى أن الوصفة تعجبكم. أول حاجة هنعمل الكيكة. كيكة الشوكولاتة. للمكونات بتاعة الكيكة: نص كوباية من الزيت، بيضتين، فانيليا، نص كوباية من الحليب، معلقة كبيرة من الخل، معلقتين كبار كاكاو خام، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة نسكافيه، وكوباية ونص دقيق، وكوباية سكر. الكيكة دي سهلة وبسيطة وناجحة جدا ان شاء الله. اول حاجة هجيب البولة اللي انا هشتغل فيها وهبدأ ان انا اكسر فيها البيض. بعد كده هحط الفانيليا. بعد كده هحط معلقة الخل وكوباية السكر، وهضرب المكونات كده بايدي بالمضرب اليدوي. يعني الكيكة مش محتاجة خلاط ولا اي حاجة ولا مضرب كهربا يعني. بعد كده هنزل بنص كوباية الزيت وبرضه هقلب كويس، بحاول ان انا طبعا ادوب السكر. بعد كده هنزل بنص كوباية الحليب وهقلب برضه كويس. بعد كده هجيب طبق هنخل فيه الدقيق، وهحط الكاكاو والنسكافيه والبيكنج باودر، وضروري ان انا انخلهم كلهم كويس عشان الكيك ما يبقاش فيه اي كلاكيع. وطبعا الدقيق لما بننخله اصلا في اي كيك بيدي هشاشة للكيك وبيخليها تبقى احلى كتير. بعد بقى ما نخلنا المكونات الجافة هبدأ اقلبها كلها كويس جدا مع بعضها بحيث انها تبقى متجانسة عشان الكيكة تطلع معايا مظبوطة، ما تطلعش عالية من حتة وهابطة من حتة. هضيف بقى المكونات الجافة على المكونات السائلة اللي انا عملتها، اللي هي البيض والسكر والزيت والحليب، وهقلب بقى كل المكونات بتاعتي كويس. بعد كده هجيب الصينية اللي انا هعمل فيها. انا عملت في صينية بايركس مقاس صغير، وهعفرها كده بدقيق بسيط. وطبعا هنزل يعني هشيل الدقيق الزيادة. وبعد كده هنزل بخليط الكيك، وهبدأ بقى افرده كده في الصينية بشكل متساوي عشان الكيكة تطلع برضو مظبوطة. بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، هتقعد تقريبا ساعة الا تلت، من نص ساعة لساعة الا تلت. لتشريب الكيكة عندي نص كوباية من السكر وكوباية من الحليب. في معلومة مهمة عايزة اقول عليها، ان السكر ده ممكن احنا نزوده شوية لو حابين. يعني احنا هنا في البيت مش بنحب الحاجات مسكرة قوي زيادة، فممكن لو بتحبوا الحاجة مسكرة قوي ممكن تزودوا شوية السكر لكوباية الا ربع. هسيح بقى السكر على النار لحد ما يبقى كراميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفضل اقلب بقى لحد ما السكر يسيح معايا تماما، ما يبقاش فيه اي كلاكيع. بعد ما خد اللون بقى الذهبي الحلو ده اهو زي ما انتوا شايفين، اللون يبقى ذهبي حلو فاتح، ما يبقاش غامق عشان ما يمررش. هنزل عليها بكوباية الحليب. طبعا في الاول الكراميل هيقفش وده شيء طبيعي. ههدي النار وهفضل اقلب لحد ما الكراميل يسيح معايا خالص. او بفضل احاول بقى اقلب كده وادوبه لحد ما داب معايا تماما. خلاص كده بقى ده خليط تشريب الكيك كده بقى جاهز معايا. طلعت بقى الكيكة من الفرن، هنزل عليها بالخليط اللي انا عملته بتاع الكراميل، واخلي الكيكة بقى تتشرب الخليط ده كويس. هجهز بقى مكونات جناش الشوكولاتة او الشوكولاتة اللي انا هغطي بيها الكيكة، وهي عبارة عن نص كوباية حليب، كوباية شوكولاتة مبشورة، ومعلقتين كبار كريم شانتيه خام. ممكن نستخدم كريم عادي. هقلب بقى المكونات كلها مع بعض كده كويس، الحليب مع الكاكاو، واحاول ادوب الحليب مع الكاكاو.
وبعد كده الحليب يكون سخن جدا، هسخنه على النار او في الميكرويف. وبعد كده هنزل عليه، هنزل على الشوكولاتة الخام بتاعتي المبشورة بيه، وهفضل اقلب لحد ما الخليط يتجانس معايا ويتكون معايا صوص شوكولاتة كده قوامه معقول. كده فضلت اقلب لحد ما خلاص كده الشوكولاتة بقت جاهزة معايا. بصوا كده قوامها بقى مظبوط. هبدأ بقى اوزع صوص الشوكولاتة بتاعي ده على خليط الكيكة. هوزعها بقى بالشكل ده بحيث ان انا اغطيها تماما. بعد ما غطيتها بقى هسيبها تبرد خالص، وهدخلها بقى التلاجة حوالي مثلا ساعتين ولا حاجة، عشان بقى مكونات الكيكة كده تتماسك وتبقى متجانسة مع بعضها وطعمها يبقى احلى. قطعتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بجد شكلها رهيب وطعمها احلى واحلى، طعمها حلو جدا جدا. بجد لو جربتوها تعجبكم قوي. بصوا يعني طرية وبتدوب، بجد طعمها حلو قوي، وطعم الكراميل مع الشوكولاتة مدي طعم حلو قوي. اتمنى ان شاء الله ان الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان تشجعوني، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.